السلام عليكم البنات، الزلفلة وانتم واش راكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نبداو لا فيديو تاعنا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله كل ما نجي نطلع عليكم فيديو جديده نلقاكم متهنيين وصحتكم تكون مليحه. اول حاجه حابه نرحب بالمشتركات توعي، سواء المشتركات القدام ولا المشتركات الجداد اللي انضموا لينا. نقول لكم الف الف مرحبا بكم خياتي، شرفتوني ونورتوني كما العاده. كما ولفتكم خدكم زوزو، كل ما تجي تطلع عليكم فيديو جديده لازم تجيكم بالطاقه الايجابيه، لازم تجيكم فيديو تحفيزي هكذا تغرس فيكم هذيك النشاط والقفازه وتحسوا نهاركم فات خفيف. المهم نوض الصباح بكري اليوم، على بالي بليك رايحه تجيني هالعين وعندي الغسيل تاع القش وكل شيء يا البنات. المهم راني نظمت وقتي، دائما نوض الصباح بكري غير ما يروح ابني يقرا انايا نوض لشغلي هكذا نكمل وقتي. المهم حالتي راهي نظيفه على خاطر كنت سيقت كل شيء ليله مقبل، على خاطر كيما قلت لكم على بالي النهار تاع اليوم رايح يكون فيه التزرزيق هذاك الغسيل تاع القش يحكم الوقت بزاف. المهم اول حاجه واش درت فيها في هذا النهار كيما راكم تشوفوا، بعد ما راح ابني يقرا ديراكتومون جيت لهنايا للكوزينه خدكم كانت شهت الرشتة. قلت اليوم سموني لازم ناكل رشتة ونطيبها كيما جات الحال. المهم على بالي رشتة رايحة تجيب المرقة بيضة وتجيب الكورجيت وتجيب اللفت، انايا ما كانوش متوفرين. هذه الكوزينة الطياب ماهيش كيما يقولوا مات اكزاكت، نطيب بواش متوفر عندي. المهم لازم نحي السخفة هذيك، كنت رحيت البصيلة، حطيت الطريف تاع الدجاج والطريف تاع اللحم اللي كان عندي، وزدت حطيت حبيبه تاع الحمص، درت لهم لي زيبيس كامل قليتهم مليح مليح. ومن جهه واحده اخرى كنت غليت هذيك ولا شرشمت الخرشف وقشرت الحبيبه تاع زروديه. المهم قليتهم مليح مليح، ثم كنت مرقتهم بالمرقه سخونه، سكرت على الكوكوطه. اما نوليو للرشته هذه يا البنات انايا كيفاه دايما نفور الرشته ولا اول حاجه كيفاه ندير لها الزيت ونشمخها شويه بالماء، نحطها تفور التفويره الاولى. اما التفويره الثانيه والثالثه كي بعد ما تفور لي نروح نشمخها بالمرقه باش تجيني بنينه الله الله. المهم حطيتها تفور التفويره الثانيه وجيت لهنايا كيما راكم تشوفوا، كنت شعلت اصلا الماشينه حطيت فيها عرمت تاع الحوايج نغسلهم. المهم على خاطر كنت مريضه يومين مقبل ما غسلت ما والو يا خياتي، يباه اليوم كيما راكم تشوفوا غسلت كل شيء لهنايا يا خياتي. المهم نهديكم هذا الورود هذا الزهور يا وردات يا عسولات تاوعي. اي وحده لحقت لي لهنايا مازال ما دارت ليش الجام، على بالي بليك تروحوا مع لا فيديو كل شيء وتنساو هذيك الجام وتعاليقكم المحبه المحفزه الطيبه كيما نتوما. نتمنى منكم اي وحده فاتت على لا فيديو هذه تخلي لي البصمه تاعها. الا هنايا كيما راكم تشوفوا هذوك الكبابط الخشان كامل كيما على بالكم دوكا خلاص بدات هذيك السخانه. قلت نغسلهم ونخبيهم، لازم ننظفهم قبل ما نخبيهم هكذا. وملهيها هذوك زوار تاعنا ثاني كنت خرجتهم باه يشمسوا لي الشميسه الله الله. المهم اليوم برت قلبي قبل ما تجيني العين، على خاطر على بالي تجي العين قلت إباه لازم نوض نسيح الماء كيما نحب كي تجي نروح نعمر كامل واش سيحت. شوفوا يا البنات باه تكملوا شغلكم واش نقولكم لازم توالفوا البكريه، نوضوا صباح بكري، نوضوا صليوا، قراو شويه القران وديروا اذكار الصباح. لاني كنت المهم نعت لكم كي جات العين. المهم عمرت هذيك الستيرة وجيت لهنايا روبيني هذا العين الدوزيام حليتها باه نروح نشرب البصيله. المهم قلت لكم يا البنات باه تكملوا شغلكم لازم توالفوا انا رواحكم تنوضوا صباح بكري هكذا كي يلحق وقت الظهر تلقاي روحك كملتي كلش، سيقتي غسلتي طيبتي وجدتي كلش هكذا يوميا يا البنات. كي تعتمدي روحك رايح يجيك كل شيء سهل. وثانيك ما تعيش روحك ماشي كل يوم ولا كل ما تنوضي صباح بكري تقولي اليوم لازم ندير كل شيء ضربه واحده هكذا رايحه تهلكي روحك تهلكي صحتك. لا لا
اليوم باغ اكزومبل كيما قلت لكم انايا كيما درت كي على بالي بلي في النهار هذا تجيني العين، قلت عندي الغسيل بزاف والطياب والاخر لازم التسياق نحيه في هذيك الليله. هكذاك صباح كي نوض نلقى كل شيء نظيف. كيما شفتوني ما سيقت ما كنت ما والو لخاطر كل شيء نظيف، الا اعزكم الله الدوش طوالات هذوك ما لازم يوميا نسيقوهم. خطرات نسيقوهم الصباح ونزيدو نسيقوهم العشيه باه تقعد حالتك نظيفه. سينو الحوايج الاخرين تقدري تبارطاجيهم. سيقتي اليوم ما تغسليش، غسلتي اليوم ما تسيقيش. هذه هي. مسحتي الغبر ولا فرزتي الخزانه ثاني راهي تحكم وقت كبير وبعده تطبق تاع الخزانه راه يدير كركبه قد الدنيا. يبا حاولي انك انتي تنظمي وقتك ورايحه اكيد تلقاي روحك. الا هنايا نوليو للبحيره تاعي الله شتوه البصيله تاعي كبرت بسم الله ما شاء الله. قلت لكم جبت الماء هنايا نشربها ولقيت الزوج غرس لي السلطه كيما صاير داير على هذيك البصله ونشربها عادي يا البنات. انايا كي يكون الزوج تاعي خدام تجي هكذا العين انايا نشرب عادي البحيره. على خاطر شوفوا يا خياتي انا نقول لكم حاجه برك، الراجل لازم يكون سند تاع المراه والمراه تكون سند تاع الراجل. الدار ما رايحش يوقفها غير على الراجل ولا يوقفها غير على المراه. حاولوا انكم بعداه الرجاله مساكن راهي جاي سخانه وكل واحد وقتاش يخرج للخدمه. كاين يخرجوا على 5 تاع الصباح ما نشوفهمش حتى الليل، كاينين اللي اصلا يكونوا بعاد. هذه الدنيا لازم هذا يرفد هذا يا البنات. وحاولوا انكم كي يكونوا سوء التفاهم بينك وبين راجلك ما تخليش هذوك المشاكل ولا هذاك العياط ودواسي يكون يصرى قدام وليداتكم. على خاطر راكي رايحه تربي اجيال، رايحه تكبري اجيال، رايحه تغرسي هذيك المحبه. كي يشوفوا الهدوء هذيك المحبه وهذاك الحنان رايحه تغرسيها فيهم. وبالعكس كي يلقاوكم دايما العياط ودايما الدواس والزوج هذاك يظل يضرب فيك قدامهم، اكيد رايحه هنايا نفسيه الطفل رايح تتعب بزاف. والطفل راه صغير رايح هدرتي كلمه حلوه يتعلم كلمه حلوه، هدرتي بهدوء يتعلم بهدوء، درتي العصبيه تاعك قدامه رايح اكيد يهز هذيك العصبيه اللي درتيها قدامك. على خاطر كيما على بالكم يا البنات كاينين ثانيك شي انسى. حاولوا انكم تحكموا فاميكم كي تشوفوا الازواج تاعكم متعصبين قلقانين حاولوا انكم تعقبوها. هذه الدنيا هذا يدي على هذا وربي يقدرنا على تربية وليداتنا وربي يقدرنا أن نكونوا قد مسؤوليتنا يا رب العالمين. اللي هنايا هذا كيف جات الرشته هذيك والله يا خياتي غير جات ابنينا جات روعة ما عندي ما نحكي لكم. وكان الزوج جاب لنا شوية الدلاع اللي هنايا قصيته كاع طرف هكذا أصغار داخل طبيسي. هذا هو كان أغدانا. ما نكذبش عليكم راني درت غدا وعشاء قلت ما نظلش نقعد داخل الكوزينة ودايما مع الطياب هذه هي. اما العشيه كما قلت لكم انايا بديت الريجيم، ولكن كي قلت لكم كنت امريضه سخفت على رشته وسخفت على كرواسو هذه اللي يجيب لاكريم لداخل. قلت نشرب القهوه كحله ما نشربش الحليب، والقهوه كحله تكون بلا سكر. يا البنات واش نقول لكم دوختني طول. انايا مانيش من محبين القهوه نهائيا، ما نقدرش نحمل القهوه. المهم بركتها غير ما عضيت الا هنايا زوج عضات تاع الكرواسو حبست على خاطر القهوه هذيك ما قدرتش نكملها. هذه هي لا فيديو تاعي لنهار اليوم ان شاء الله تعجبكم. واذا عجبتكم ما تنسونيش باللايك والبارطاج لهذا الفيديو لكل الناس اللي تعرفوهم حباباتكم جيرانكم وفي لي باج تاع الفيسبوك. وخليوا لي كيما قلت لكم تعاليقكم اللي تفرحني بزاف ونقول لكم نحبكم بزاف الى الملتقى ان شاء الله.